أهلا فيكم اليوم بعالم الميرمية. نعم، عالم الميرمية، وبالفعل الميرمية عالم تعالج كثير من الأمراض وبنستخدمها بالطب التكاملي أو الطب البديل. واليوم راح أتكلم عن جزء بسيط عن فوائدها للنساء، لأخواتنا النساء. أول شيء، الميرمية تعمل على تحسين وظائف المبايض للنساء، وبالتالي بتزيد الخصوبة لديهن من خلال التأثير على الهرمونات الأنثوية، بالإضافة إلى أنها بتساعد بعلاج تكيسات المبايض، وكمان بتقي منها. يعني لما ناخذ احنا بكون في عندنا وقاية من تكيسات المبايض. ليش؟ لأنها بتخفض هرمون الأنسولين، وبتساعد على الحد من مقاومة الأنسولين بجسم الإنسان، وبالتالي بتعالج تكيس المبايض. واحنا بعلاج تكيس المبايض بصراحة بنعتمد تماما على يعني مقاومة الأنسولين وتجنب مقاومة الأنسولين وارتفاع الأنسولين الغير مبرر بجسم الإنسان. بالنسبة للنساء بتفيد أيضا بالهرمونات تبع النساء، لأنها بتؤدي لتصنيع هرمون اسمه هرمون الاستراديول. الاستراديول هذا بينظم الهرمونات تبع جسم الإنسان، وبيؤدي إلى تنظيم هرمون التستوستيرون لدى الإناث. وبالتالي الميرمية بتساعد الحالات العلاج المرتبطة بنقص الهرمونات الأنثوية. كمان انها بتساعد بارتفاع هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين مفيد جدا، اللي هو هرمون الحليب، بيساعد على ادرار الحليب ومنعالج ارتفاعه والتخفيف من الاعراض المصاحبه له. الميرميه بتساعد ايضا باعراض الدوره الشهريه والالام اللي ممكن تصير. يعني شرب كأس من الميرميه بتساعد على التخلص من الاشياء هاي وتخفيف الام اللي بتساعد يعني بعض اخواتنا النساء عند الاصابه بالدوره. زيت الميرميه بيساعد على تخفيف من الحيض. استنشاق رائحته بيؤدي الى يعني تخفيف من الام الحيض، بالاضافه الى انه ممكن ندلك البطن فيه. هو وزيت اللافندر جدا بيفيد الاخواتنا اللي بيصابن ببعض الالام عند الاصابه بالدوره او يعني الوصول للدوره. الاخواتنا اللي بيعانوا من انقطاع الطمث او الهبات الساخنه او جفاف المهبل او التعرق الليلي بعد عمر معين، فالميرميه جدا بتساعد بالتخفيف من الاشياء هاي. بالاضافه الى انها تساعد الميرميه للرجال والنساء بصحه العظام مع التقدم بالعمر وسن اليأس وغيره، لانها بتساعد بوقايه العظام وبتعزز يعني محتويات العظام من الكالسيوم، وتقي من هشاشه العظام، لانها بتحتوي على نسبه عاليه جدا من فيتامين كي. واحنا قلنا فيتامين كي دائما لازم ناخذه مع د 3. فاذا باخذ مثلا فيتامين د 3 ياخذ معه يوميا الميرميه، فهو بيكون عوض يعني فيتامين كي 2 اللي بيقي من تلقى العظام والاصابه بالكسور. اكيد كلكم بتشوفوا هل بتفيد للتنحيف؟ نعم. احنا ذكرنا ان الميرميه بتساعد على الحد من مقاومه الانسولين، وبالتالي لما ما يرتفع مقاومه الانسولين تقل تكون الدهون. دائما الدهون تكونها مرتبط بالانسولين. لما يرتفع الانسولين بتتكون الدهون، لما يخف الانسولين بنستطيع نتحكم بالدهون جسم الانسان، وبتحول الحرق بالفعل للدهون الموجوده. الميرميه رغم انها يعني محفزه للشهيه، ولكن بتقلل الكوليسترول الضار، وبالتالي بتزيد من سرعه الحرق. يعني هي بتحفز الشهيه ولكن بتقلل الكوليسترول الضار، بالتالي بتزيد بسرعه الحرق. كمان بالنسبه للنساء، بتعرفوا بصير تراكم الدهون بمناطق معينه تحتوي على كميه كبيره من مضادات الاكسده، وبالتالي بتساعد بالتخلص من الدهون وبالدهون الحشويه، وبتساعد على تحسين صحه البشره والشعر لدى اخواتنا النساء والتجاعيد بعد عمر معين، لانها فوائدها عظيمه جدا. بالنسبه للحمل والرضاعه، انا بنصح بزيت الميرميه للنساء الحوامل عند ولادتهم، بيحسن من انقباضات الرحم بطريقه طبيعيه. كمان بيعزز الاسترخاء اثناء المخاض، حيث بيهدئ الجهاز العصبي ويعمل كمسكن لآلام المخاض. وممكن يساعد زيت الميرميه ايضا النساء الحوامل على تسريع خروج المشيمه ويمنع النزيف المفرط بعد الولاده. مشان نحصل على فوائد الميرميه للرحم، بنجيب زيت الميرميه للنساء وبنحط قطرتين من الزيت على قطعه من القماش ومندلك الجسم بها اثناء المخاض. بالنسبه للمرضع كما ذكرت قبل شوي، بتساعد الميرميه على تقليل افراز الحليب، لذلك ننصح المراه المرضع بتجنبه الا في حالات الفطام والتخفيف. إذا بتخفف من أضرار الحليب كان عندها كمية كبيرة جدا، ممكن نستخدم الميرميه. خلينا هنا نحذر أنه رغم كل الفوائد هاي، لكن لازم يعني المرأة الحامل بأول 3 شهور تتجنب الميرميه، لأنه قلنا بسبب انقباضات الرحم ممكن يؤدي للإجهاد. لذلك بنمتنع أول يعني بداية الحمل عند أخواتنا النساء
لانه رغم انه امن ممكن يسبب بعض الانقباض، بسبب بعض الضرر. انه يعني احنا قلنا بنظم يعني الانسولين، لذلك اللي معه سكر اذا باخذ ميراميه مع ادويه السكر، مع ادويه الانسولين اللي باخذها ممكن يؤدي لهبوط بالسكر، بنكون حذرين. لكن احنا بنحاول قدر الامكان شوي شوي. هو الميراميه يعتبر بيساعد على ارتفاع ضغط الدم شوي، لذلك اللي عنده يعني هبوط ضغط الدم مفيد، لكن اللي عنده ارتفاع ضغط الدم يتجنب وياخذه بكميات قليله. مثل ما قلنا اخواتنا اللي بيعانوا من ارتفاع بهرمون الاستروجين بالجسم، السرطان الثدي وغيره، يعني بنصحهم بالفتره هاي يتجنبين الميراميه. والله يوفقكم، وخلينا نلتقي ان شاء الله قريبا مع عشبه جديده من الاعشاب اللي رب العالمين خلق لنا اياها، ولا بالفعل دوائنا بغذائنا. السلام عليكم.